أعزائي مشاهدي ومتابعي جريدة وقناة الوطن الدولية نيوز، أهلا ومرحبا بكم اليوم في ليلة جميلة من ليالي رمضان المبارك في ضيافة الدكتور سمير النيلي مدير عام نادي شاطئ المعلمين. ابقوا معنا. اليوم في ليلة جميلة من ليالي رمضان المبارك معنا اليوم الدكتور سمير النيلي مدير وزارة التربية والتعليم السابق ومطروح ومدير عام نادي شاطئ المعلمين. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بسيادتك واهلا بالساده المشاهدين. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بالصحه والسلامه وكل مصر طيبه باذن الله تعالى. احنا شايفين ديكور جامد جدا بمناسبة رمضان، احنا عايزين نشوف مفيش نادي كده عامل نفس الديكورات دي. اولا سيادتك هنا في نادي المعلمين، وكلمه المعلم كلمه تعني الكثير والكثير، وخاصه ان انا راجل انتمي الى هذه المجموعه الرائعه جدا المعلم. فكلمه معلم كلمه لابد ان تعلم الناس، وانت اللي بتعلم الناس، فكل حاجه تابعه للمعلمين لابد يبقى فيها دروس وفيها اشياء تعلم للاخرين. فالنهارده طبعا احنا من نادي المعلمين، نادي المعلمين يجب ان هو يقود الانديه المهنيه كلها، يعني معلش مع احترامي لاي المهندس بيتخرج من تحت ايد معلم، الطبيب، الضابط، اي مصري او اي فرد في العالم كله لابد يكون اتخرج على ايد معلم، وبالتالي لابد ان المعلم بيعطي دروس في كل مكان. فاحنا هنا النهارده في المعلمين لابد ندي دروس للانديه الاخرى، لابد نعلم الناس يحتفلوا بالمناسبات سواء دينيه او قوميه اسلاميه او مسيحيه. لابد ان احنا نعلمهم ان احنا كمصر كمصريين بنتحرك في ركاب الدوله المصريه، بنفرح لافراحها نحزن لاحزانها. ومعنى كلمه مصري يعني مصري، ما ببصش بقى يعني مصري ده مسلم ده مسيحي ده مدرس ده مهندس، مصري هو مصري. وبالتالي احنا بندي درس للاخرين، فلازم احنا نخوض دفه التطوير والتغيير والتحديث. والحمد لله رب العالمين مع مجموعه من الزملاء المحترمين، مع الساده اعضاء النقابه العامه بقياده الاستاذ خلف زناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قدرنا بفضل الله عز وجل ان احنا فعلا نعيد نادي المعلمين الى رونقه الاول، ونعيد الشكل الجمالي، ونعلم برضو الاخرين ان كل مناسبه لها احتفالها لابد ان نديها حقها، سواء اسلاميه زي ما قلت لحضرتك او مسيحيه او قوميه ايام او عالميه، حتى زي الاعياد، عيد الام، عيد شم النسيم، اللي هي الاعياد العامه اللي بيحتفل بها بعض كتير، يوم اليتيم. كل هذه المناسبات تجد نادي المعلمين هو السابق او الذي يسبق الاخرين في الاحتفاء به. لماذا اختيار آية اقرأ باسم ربك؟ اولا جميل، انا يعني يعجبني اللي بيلاحظ، ويعجبني اللي بيسأل، ويعجبني اللي بيلمح، لان طبعا مدخل النادي ده يمكن كان شيء من ابتكاري كده، يعني حاجه كده تصميم كده، ونفذه لنا زميلنا مدرس سليمان النجار موجه تربيه فنيه. كان اول حاجه نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ. تاني حاجة المعلم يجب ان هو اللي بيقوم بدور تعليم القراءة. ثالث حاجة ان المعلم بيحمل رسالة الانبياء والمرسلين. انما بعثت معلما كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي اول ما نزل في القرآن هو ما يخص المعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق، وهكذا. فبالتالي اللي يخش نادي المعلمين يشوف الصرح، حتى لو ما شافش كلمة نادي المعلمين يشوف الصرح الجميل ده، يحس يعرف ان هو حاجة تخص المعلمين، وحاجة تخص التعليم، وحاجة تخص الرسالات النبوية الأخلاقية والتربوية والإنسانية. وبالتالي يعني قلنا اقرأ باسم ربك. اختيار وتطوير موفق. أنا عايز أعرف من حضرتك إنجازات نادي المعلمين والخطة المستقبلية. اولا انجازات نادي المعلمين الحمد لله، يعني التطوير فيه بيشمل جميع المواقع، مش الشكل الجمالي فقط، حتى جميع النواحي الادبيه، الانشطه. عندنا هنا الخطه القادمه ان شاء الله اهتمام غير محدود بالانشطه، بدانا نجذب
الموهوبين في الادارات التعليميه، وكان عندنا اداره العمليه عامله شغل رائع هنا. بنجذب الموهوبين من جميع الادارات التعليميه عشان عايز انمي المواهب المختلفه، الادبيه والفنيه والاقتصاديه والسياسيه. كل واحد عنده ميول الرياضيه، ميول معينه بنحاول ننميها له هنا في نادي المعلمين من خلال الاكاديميات المنتشره والموجوده في النادي. برضو الارتقاء بالشاطئ لرواد الصيف باذن الله، لان النادي بيخدم معلمين من حلاب وشلاتين للسلوم. جميع معلمي مصر مشتركين في النادي، وبالتالي اللي يجي لي من اي بلد لازم يجد اسكندريه مش نادي المعلمين بس في اجمل صوره. وبالتالي ان شاء الله في اهتمام كبير بالشاطئ، في اهتمام كبير بالتراث. يعني في الايام القادمه بمشيئه المولى هنلاقي في تغييرات جذريه تليق والمعلم وتليق واسره المعلم، لان زي ما قلت لحضرتك كده معلش المعلمين هم قادة الأمة وقادة التغيير. المعلم المصري هو المعلم اللي غير الأمة العربية وغير الدولة المصرية، وسيغير بإذن الله للأفضل والأحسن بإذن الله، لأنه هو ده اللي بيقوم بدور التربية والتعليم. بالتوفيق والنجاح الدائم. كلمة دكتور سمير النيلي يختم بيها لكل المعلمين والمواطنين جميعا. والله أقول لهم كل سنة وانتم طيبين. شهر رمضان شهر كريم، وأخلاقيات رمضان لابد انها تدام معانا ان شاء الله ونستمر عليها، مش لشهر فضيل فقط لا غير، انما يجب ان احنا كأمة مصرية دولة مصرية نكون على هذه الاخلاقيات. دياناتنا كلها انما الدين المعاملة. اتمنى ان الجميع يكون خلف قيادته السياسية في الازمة الحالية، الازمة العالمية الحالية، والازمة الاقتصادية الموجهة، وبقول الموجهة ومقصود بها مصر ومقصود بها زعزعة بعض الدول العربية. احنا نسيب الارزاق على الله سبحانه وتعالى، ونعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات امنا في سربه معافا في جسده يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. نتقي الله سبحانه وتعالى وربنا هيرزقنا باذن الله تعالى، ونخلينا خلف القياده السياسيه عشان تظل مصر دائما وابدا باذن الله متماسكه كعهدنا بها. تقف لاي عدو مهما كان العدو ومهما كانت قوته بايد ولادها، سواء الشعب المصري اولا، ثم الجيش المصري، ثم الشرطه المصريه. يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يديم علينا التماسك والاتحاد والاعتراف بالحق لاصحابه، وان كان هناك من يحسن نقول له احسنت ومن اساء نقول له اسات. وكلمه الرئيس في خضم حديثه عن العلاقات العربيه المصريه وهو بيقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. اتمنى ان احنا لا ننسى الفضل بيننا هنا في مصر، ونعترف بما قاموا به قواتنا المسلحه المصريه. يبان النكبه الينايريه في 25 يناير والغزوه الاستعماريه من الجماعات الارهابيه، وشالوا اكفانهم على ايديهم وانقذوا مصر بفضل الله عز وجل اولا، والحمد لله رب العالمين. فلا ننسى الفضل بيننا. اتمنى للجميع الخير باذن الله، واتمنى شهر كريم، واتمنى عيد فطر كريم ان شاء الله عليكم جميعا. تحيا مصر دائما وابدا. شكرا لحضرتك دكتور سمير، وكل عام وانتم بخير. شكرا يا فندم، وكل سنه وانتم طيبين.